أحاديثنا والله أقولها أكثر من علمائنا. ويمكنكم أن تقوموا بعملية اختبار أن الوهابية عندهم علم بأحاديثنا والله أقولها أكثر من علمائنا. ويمكنكم أن تقوموا بعملية اختبار. ادخلوا إلى مواقع الوهابية وستجدون في مواقعهم، على سبيل المثال أرشدكم إلى موقع مثل موقع فيصل نور. ادخلوا إلى هذه المواقع ستجدون روايات مستخرجة من كتبنا، والله لو تأخذونها إلى علماء الشيعة يقولون لا ما موجود عندنا، وموجودة في كتبنا. سوء ما حصل لك يا أحمد، أنت تقول أن هذا الكلام غير موجود في كتبنا وهو موجود. وحتى علماؤك نفسهم نفس الشيء، يكذبون دائما بعض الأشياء. لا، الشيعي دائما أول كلمة هي كذبت. أول كلمة ينطقها الشيعي حينما تبع له أحد الأدلة يقول لك كذبت، وبعدها يبدأ يصغر أمامك، يصغر حتى في الأخير لا تكاد تراه. تفضل شيخنا أبا طارق. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ أنا أريد أسلم الإدارة، لكن في بيني وبين الحكمي موعد. في صوت؟ الحكمي موجود؟ شوف الحكمي، إن استطعت أن ترى أنواري فستراني، إذا أبهرتك رؤية أنواري لن تراني. جيد هذا الاتفاق؟ اسمعني. يا عمي ليش تضحك؟ طيب خير إن شاء الله. هذا ظهر أنواري، إذا استطعت أن تتحمل ظهر أنواري فستراني إن شاء الله. ما استطعت أن تتحمل، والله هاي مشكلة عندك أبويا، يعني شو أسوي لك يعني؟ تشوف؟ هل ترى؟ هل رأيتني؟ خلاص سررت برؤيا أنواري، الحمد لله رب العالمين. طيب من له في الإدارة يا أخوان؟ من له في الإدارة؟ طيب شيخنا خوالدي الله يحفظك ويبارك فيك وجزاك الله خير على ما قدمت. وأنا بالنسبة لأحمد يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهدي كل ضال، لكنه كان عنده مكابرة، وهذا يعني الذي يعني يذهب. أنا لما قلت له هل تستطيع أن تفعل مثلي، يعني أعرف الإنسان يعاني أنه يعتقد على معتقده، هو وأبوه كانوا على باطل، هذا أمر معروف عندي يعني، وأنا أفهمه جيد. ولكنهم يعني أول ما دخل مثل ما قال شيخنا الكوالدي كذب، طبعا على الأقل كان يعتذر يقول والله يعني أنا اتهمتكم زور وبهتان، لكنه ما استطاع أن يلفظ بها، فهذا يجعل أني أضع عليه علامات استفهام وهو لا يريد الحق، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن هذا بعض ظني. والمايك معك شيخنا الكوالدي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وحياك الله أخانا أبا طارق، وجعل ما قدمت في ميزان حسناتك. وحيا الله الأحبة، حيا الله الشيعة المحترمين فقط، المحترمين فقط. طيب طيب اتبع أمك يا رجل، أو اتبع أمك، لأن الشيعة كثيرا يتبعون أمهاتهم، من الأفضل أن تتبع أمك. طيب حياكم الله يا أحبة، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نعود إلى موضوعي. إن شاء الله تم التسجيل وضحكنا على نعم، الأم مدرسة. نعم، لعبوا فن وهندسة. الأم مدرسة، لعبوا فن وهندسة. طبعا دائما تجرد بيهم بين فترة طيب. وفترة.
الشيعة يا إخوة، أحاديث الشيعة، لا عندنا موضوع سنتكلم فيه الآن. خذ لك دقيقة وارجع لللاقط لأنني أريد أن أتكلم. تفضل إليك المايك. يا سيد الشهداء أنت خايف، اكتب بشوية، هو خايف يطرد هذا. يا الله، اكو صوت ان شاء الله، اكو صوت. شكرا خوالدي على الترحيب، وتحياتي الى الاخوة في هذه الروم المحترمة، روم المهاجرين والانصار، واللي ان شاء الله نكون من رواتها ونجي حتى ناخذ اهلها من غواصة معاوية بن ابي سفيان الى سفينة النجاة، وهي سفينة امير المؤمنين عليه السلام. وان شاء الله تصيرون شيعة، والشيعة هم اتباع، والسنة هي الطريقة محمودة كانت او مذمومة، فاحنا شيعة ان شاء الله، وكنا سنة، وان شاء الله بالجنة، وان شاء الله كنا يعني ما نتعذب، لان عذاب الله سبحانه وتعالى عذاب شديد. ونسأل الله انه تحجون يا ابنائكم ويا علماءكم لا يدزون مفخخات للعراق، لان المفخخات تقضي على الكل، تقضي طيب لو اني لم كان المفروض ان اطردك من على المايك، لانك كررت الكلام الذي قلته قبل قليل. الدين الذي الشهداء، تسمعني يا سيء الشهداء؟ نعم، شتموا بعضهم لأنهم مثل بعض وليسوا حشرات مثلك. هم شتموا بعضهم لأنهم مثل بعض. عندك مايك يا سيء الشهداء؟ هذا جزلتهم. قليل الأدب هو أبوك وهي أمك، واضح؟ قليل الأدب أبوك وأمك. ابقى منقط. أنا ظننت أنك محترم وسألتك عن المايك، ولكن أنت لا تستحق الاحترام. حياكم الله يا أحبة وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ونعود في موضوع الصحابة، ما دام يتكلم هذا الغبي عن الصحابة نتكلم عن الصحابة شوية. ما رأيكم نتكلم عن ما قال الله وما قال رسوله في هؤلاء الصحابة؟ الله سبحانه وتعالى يا أحبة قال عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. خرج لأنه لا يتحمل وينصر. أولئك هم الصادقون. من